السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم سنة أولى إعدادي. إزيكم عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم مستر سعيد السيد ودي قناتكم ذاكرلي أونلاين. خلاص امتحانات الترم التاني قربت جدا، وأفضل طريقة علشان نستعد للامتحانات دي هي إننا نحل أسئلة ونماذج كتيرة. في الفيديو ده هنشوف مع بعض الامتحان بيجي ازاي، وايه اهم الاسئلة اللي ممكن تجيلنا في الامتحان، وازاي تحل وتطلع من اللجنة وانت مطمن. فركز معايا وكمل الفيديو ده للنهاية. كمان حابب افكركم يا شباب اننا عملنا ملازم ومذكرات المراجعة النهائية في الدراسات الاجتماعية بسعر رمزي جدا. الملازم متاحة في شكل PDF، بيتم ارسالها ليك على الواتساب. تقدر تبعت لنا رسالة على الرقم ده على الواتساب وهنرد عليك بكل التفاصيل. قبل ما نبدأ في حل امتحان النهاردة ما تنساش تدعمنا باللايك الجميل والاشتراك في القناة، علشان ده بيدعمنا ويشجعنا اننا نعمل لكم فيديوهات اكتر. اول مجموعة اسئلة معانا النهاردة بتقولك امامك خريطة لقارة افريقيا، اكتب ما تشير اليه الارقام. رقم 1، دولة يوجد بها مدينة جميلة تاريخية. دي دولة ايه يا شباب؟ سؤال مشهور جدا، جاوبوا معايا. دي دولة الجزائر. طيب رقم 2، اولى دول القارة انتاجا للحديد. دي دولة ايه؟ دي جنوب افريقيا. طب رقم 3، اولى الدول الافريقية في اعداد الابقار. رقم 3 هنا كده يا شباب، دي دولة اثيوبيا المشهورة بتربية الابقار في افريقيا. طب رقم 4، ده المحيط ايه؟ سهلة جدا، ده المحيط الاطلنطي. طب رقم 5، ميناء احتل المرتبة 11 عالميا. ده ميناء بورسعيد. بعد كده معانا مجموعة أسئلة تانية بتقولك بما تفسر نظرة السكان في مناطق المستنقعات بإفريقيا. ليه السكان بيقلوا جدا في مناطق المستنقعات دي؟ هقوله ده بسبب صعوبة الحركة وقلة الأنشطة الاقتصادية وكمان انتشار الأمراض، فصعب نلاقي سكان في المستنقعات. طيب تنتشر اللغة الإنجليزية في جنوب إفريقيا. ليه اللغة الإنجليزية منتشرة في جنوب إفريقيا؟ هقوله ده بسبب الاحتلال البريطاني. طب لو قالك تنتشر الفرنسية في رواندا مثلا هتقوله ليه؟ هقوله بسبب الاحتلال الفرنسي. سهلة جدا. طب اتجهت بعض الدول الإفريقية للاعتماد على الزراعة الذكية مناخيا. سؤال مهم. ليه بعض الدول الإفريقية اعتمدت على الزراعة الذكية مناخيا؟ هقوله بقى ده بهدف مواجهة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على الزراعة من أجل تحقيق الأمن الغذائي. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول لك أهمية السياحة بالنسبة لقارة إفريقيا. ليه السياحة مهمة لقارة إفريقيا يا شباب؟ هقوله ده لأنها تعد مصدر أساسي للدخل القومي والنقد الأجنبي، كمان بتجذب الاستثمارات الأجنبية وبتساعد على تبادل الثقافات. ومش بس كده، ده السياحة بتوفر فرص عمل للشباب، مش عندنا فنادق بيشتغل فيها شباب. خيب مؤتمر الصلح في باريس آمال المصريين. سؤال في الوحدة الأخيرة ممكن ناس كتير ما تكونش عارفاه. ليه مؤتمر الصلح خيب آمال المصريين وسعد زغلول ورفاقه؟ هقول لأن المؤتمر ده اعترف بالوجود البريطاني في مصر. طيب مجموعة الأسئلة اللي معانا بقى بعد كده بتقولك اختر الإجابة الصحيحة. تتصدر دولة تشاد الدول الإفريقية في أعداد إيه؟ تشاد قلنا هي الأولى في أعداد الإبل ولا الماعز ولا الأبقار ولا الأغنام؟ هقولوا الإبل. تشاد نربطها دايما بالإبل. طيب قسم محمد علي باشا السودان إلى كام مديرية؟ احنا قلنا محمد علي قسمهم إلى 7، يبقى اختار 7. طب فاكرين إسماعيل قسمهم لكام مديرية؟ 12. أما سعيد باشا 5، يبقى 7 12 5. طيب يوجد مقر الاتحاد الإفريقي بمدينة إيه؟ هو الاتحاد الإفريقي مقره في مدينة إيه يا شباب؟ فاكرين؟ قلنا في أديس أبابا عاصمة إثيوبيا. طب الكوميسا موجودة في دولة زامبيا. طيب بيقولك تعد أولى دول العالم في إنتاج الكوبالت، هي دولة إيه؟ طالما قال لي كوبالت هفتكر على طول الدولة اللي فيها برضو حرف الكاف، وهي الكونغو الديمقراطية. كوبالت كونغو، كوبالت كونغو يا شباب، نحفظها كده مش هننساها أبدا. طيب بيقول لك قامت سلطة الاحتلال البريطاني باعتقال سعد زغلول ورفاقه سنة 1919 ونفيهم إلى إيه؟ يا ترى تم نفيهم إلى باريس ولا جزيرة مالطا ولا مدينة بسكرة ولا الجزائر؟ طبعا تم نفيهم إلى جزيرة مالطا، برافو عليكم. طيب تأسست أول مستعمرة في جنوب إفريقيا عام 1652 على إيد مين؟ الهولنديين ولا البريطانيين ولا الفرنسيين ولا البرتغاليين؟
أنا متأكد إن في ناس كتير هتتلخبط فيها. نركز في السؤال، واللي عارف الإجابة ينزل يكتبها في التعليقات. هسيبها لكم يا شباب تحلوها بنفسكم، ويا ريت الكل يشارك بالإجابة يا شباب. عايزين نشوف مين هيجاوب عليه صح. بعد كده بقى معانا مجموعة أسئلة تانية بتقولك دلل على صحة العبارات الآتية. السؤال الأول: تعددت جهود الاتحاد الإفريقي في القضاء على مشكلة عمالة الأطفال. هو الاتحاد الإفريقي عمل إيه عشان يقضي على مشكلة عمالة الأطفال؟ هقول له بقى الدول الإفريقية قامت بإلزامية التعليم الأساسي، لازم الأطفال يروحوا على الأقل المدارس الابتدائية. كمان تقديم خدمات الدعم للأطفال العاملين، وتقديم برامج محو الأمية والتوعية بقى بمخاطر عمالة الأطفال. السؤال اللي بعد كده بيقول لك: عمل محمد علي على تطبيق القانون ونشر العدل في السودان. ايه دليلك ان محمد علي كان بيطبق القانون في السودان؟ هقول له طبعا ده حارب الفساد الاداري اللي موجود هناك، وكمان حاكم عدد من الموظفين وصادر اموالهم. يعني ايه صادر اموالهم؟ يعني خدها للدوله او خدها لحساب الدوله او لحساب مصر او السودان، بسبب بقى سوء ادارتهم واستغلالهم لمناصبهم. الموظفين دول كانوا فاسدين. طيب، يواجه النقل النهري في افريقيا العديد من المشكلات. هنا بقى هقوله النقل النهري ده بيواجه مشكلات زي ايه؟ زي الانحدارات الشديدة وسرعة جران المياه، فطبيعي السفينة مش هتعرف تمشي كويس. كمان بسبب وجود الشلالات والجنادل. ومن ضمن المشاكل دي في افريقيا في الانهار انتشار المستنقعات، وتعرض بقى بعض الانهار للجفاف لفترات طويلة خلال العام، فمش هيبقى في مية تقدر السفينة تمشي فيها لان في جفاف في النهر. فدي المشاكل اللي بتواجه النقل النهري. سؤال مهم جدا. طيب، دلل: استغلت بعض الدول الأوروبية الشعارات الإنسانية في توجهها الاستعماري لإفريقيا. إيه دليلك إن الدول الأوروبية كانت بترفع الشعارات الإنسانية وتقول أنا جاية عشان خاطر الإنسانية عشان تستعمر وتحتل إفريقيا؟ هقول له أيوة. فنلاقي مثلا قامت بريطانيا باحتلال زنجبار بدعوى مكافحة تجارة الرقيق. قال إيه؟ جاية تكافح وتمنع تجارة الرقيق أو تجارة العبيد. قبل ما نتنقل على مجموعة الأسئلة اللي معانا بعد كده يا شباب، حابب ألفت انتباهكم لحاجة مهمة جدا. اليوتيوب بيقول لنا إن أكتر من 75% من اللي بيشوفوا محتوى القناة غير مشتركين للأسف. فلو أنت شايف إنك بتستفاد من الفيديوهات اللي بننزلها، ما تبخلش علينا باشتراكك في القناة واللايك الجميل للفيديو ده، لأن ده بيدعمنا ويشجعنا إن نعمل لكم فيديوهات أكتر. بعد كده بقى معانا مجموعة أسئلة تانية بتقول لك اكتب ما تشير إليه العبارات الآتية. ركزوا معايا. زعيم مصري تم نفيه لجزيرة مالطا بواسطة الاحتلال البريطاني. لسه قايلين من شوية ده كان اسمه الزعيم المصري سعد زغلول. طب، أول رئيس جمهورية بجنوب إفريقيا من السكان الأصليين كان اسمه يا شباب؟ كان اسمه نيلسون مانديلا، ما ننساش الاسم ده. طيب، تولى نظارة المدرسة الابتدائية التي أنشأها عباس الأول بالسودان. كان اسمه إيه؟ ده رفاعة الطهطاوي. طيب، زعيم غاني ساهم في التحرر الوطني وتم اعتقاله من قبل المستعمر. مين الزعيم الغاني ده؟ فاكرين اسمه؟ اسمه كوامي نكروما. اسمه ايه؟ اسمه كوامي نكروما. طيب، تجمع من شخصيات ذات نفوذ لفض المنازعات بين الأفراد استنادا إلى الأعراف والتقاليد المتبعة. دي بنسميها ده تعريف ايه؟ المجالس العرفية. أول ما أقول تجمع من شخصيات ذات نفوذ لفض المنازعات أقول له مجالس عرفية على طول. طب، المقاومة السلمية من أجل التغيير الاجتماعي دون استخدام القوة المادية والإكراه. دي بنسميها سياسة اللاعنف. مجموعة الأسئلة اللي معانا بعد كده يا شباب بتقول لك صوب ما تحته خط. ركزوا معايا. تنتمي النسبة الأكبر من سكان قارة إفريقيا لفئة صغار السن؟ لا، ده النسبة الأكبر بتنتمي إلى فئة سن العمل. طيب، تحولت مصر من النظام الملكي، يعني كان بيحكمها اللي بيحكمها اسمه ملك، إلى النظام الجمهوري، يعني الناس تنتخب بقى الحاكم بعد ثورة 1919؟ لا، ده الكلام ده اتغير بعد ثورة 1952. طب، أنشأ محمد علي مدينة كسلا وجعلها عاصمة للسودان؟ لا، ده عاصمة السودان اللي عملها محمد علي كان اسمها الخرطوم، ولسه لحد دلوقتي هي عاصمة السودان. طب، ارتبطت المرحلة الثانية من الاستعمار الأوروبي لإفريقيا بحركة الكشوف الجغرافية؟
لا، ده المرحلة الأولى هي اللي ارتبطت بالكشوف الجغرافية. أما المرحلة التانية يا مستر ارتبطت بالثورة الصناعية. طب يعتبر النقل البري أسرع وسائل النقل على الإطلاق؟ لا طبعا، أسرع وسائل النقل يا شباب على الإطلاق هو النقل الجوي. بعد كده معانا مجموعة أسئلة بتقول لك أجب عما يلي: ما النتائج المترتبة على معاهدة لندن عام 1840؟ سؤال مهم جدا. اللي ترتب على معاهدة لندن؟ هو ترتب عليها تخلي محمد علي عن معظم الأراضي اللي حكمها خارج مصر. طيب ما النتائج المترتبة على رفض حاكم الجزائر مطالب فرنسا بإسقاط الديون في بداية القرن ال19؟ لما حاكم الجزائر رفض مطالب فرنسا إن هي تسقط ديونها، ده فرنسا عملت إيه بعده؟ أصدرت فرنسا الأوامر لأسطولها بقى باحتلال الجزائر، ونجحت فعلا في ده، لكن بعد مقاومة شديدة من أهل الجزائر. طيب ما العلاقة بين كل من حركة القشرة الأرضية وتركز المعادن في إفريقيا؟ هل في علاقة ما بينهم؟ نفكر شوية. هقولوا أيوة طبعا، ده حركة القشرة الأرضية أثرت على تركز المعادن في بعض المناطق دون غيرها في شكل عروق أو تكوينات مائلة زي كده عروق الذهب. طب بقول لك ضع بعض الحلول لمواجهة ارتفاع معدل المواليد في إفريقيا. ممكن أقول له يا شباب عشان نقلل معدل المواليد في إفريقيا؟ هقوله الاهتمام ببرامج تنظيم الأسرة ورفع سن الزواج، وكمان توعية الأفراد بضرورة تنظيم الأسرة. طيب آخر سؤال معانا بقى النهاردة بيقول لك: ما المقصود بكل من الهجرة غير الشرعية وتجارة الرقيق؟ يعني إيه هجرة غير شرعية؟ هقوله هي انتقال الأفراد بين الدول بطرق غير قانونية، سواء عبر الدخول إلى دولة ما دون تصريح أو تجاوز مدة الإقامة القانونية. طيب يعني إيه تجارة الرقيق؟ سؤال مهم وتعريف مهم لازم يتحفظ يا شباب. هقوله هي عملية بيع وشراء البشر كعبيد واستغلالهم في العمل الإجباري وحرمانهم من حريتهم وحقوقهم. وبكده تكون خلصت أسئلة النهاردة. هسيب لكم رابط التواصل معانا من خلال الواتساب لطلب ملازم المراجعة النهائية في الوصف وفي أول تعليق مثبت. وفي النهاية لو شايف إنك استفدت من الفيديو ده ما تبخلش علينا باللايك الجميل والاشتراك في القناة علشان تتابع كل فيديوهاتنا أول بأول. سلام.